مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب من ذكر البدر جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي ضرب الله مثلا شركاء. أما بعد أيها الإخوة الكرام، خلق ربنا جل وعلا الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله تعالى لعباده مواسم من الخيرات والطاعات يسارعون إليه فيها بعمل الطاعات، فجعل الله تعالى رمضان موسما، وجعل الله تعالى الست من شوال موسما، وجعل الله تعالى الأوائل من 10 ذي الحجة جعلها الله تعالى موسما، ثم جعل الله تعالى الحج موسما. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه أن الأنبياء وأتباعهم يعملون بالطاعات ويسارعون عليها، فقال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبين الله جل وعلا أن أنبياءه وأتباعهم كانوا يسارعون في الخيرات بأنواعها، إن كانت من طاعات في المال أو بالجسد أو مشتركة بينهما أو بالجهاد أو بالدعوة أو بغير ذلك. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحث أصحابه على الإكثار من الطاعات ويحثهم على المداومة عليها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني أن يكون العبد مواصلا عليه، متصل العلاقة بالله، دائم الاتصال بربه، وإن كانت ركعاته قليلة، وإن كانت الأجزاء التي يقرأها من القرآن قليلة، وإن كانت الصدقة قليلة، لكنه عمل صالح يداوم عليه. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال له يا معاذ والله إني أحبك، ثم قال صلى الله عليه وسلم له فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إعانة الله للعبد على طاعته وعبادته والقرب منه هو توفيق يوفق الله تعالى إليه من يشاء من عباده. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب الجنة والسعي إليها لا بد أن يكون بعمل يعمله الإنسان. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طوال نهاره، قال وربما بت عند داره لأجل حاجته، بمعنى أنه ربما بات في الشارع عند باب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل، كان يحتاج إلى أن يملأ القربة بماء من البئر وما شابه ذلك، فإنه يكون جاهزا للخدمة. أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصحابي الصغير.